يعني كيف الآن يا أختي؟ أنا مانيش عارف اللي بنفعله ده صح ولا غلط. ايش يفرق يعني؟ ايش يفرق صح ولا غلط؟ يعني خلاص ما عادش حل ثاني. ما اعتقدش. هو معك حل ثاني قل لي. أنا بالنسبة لي خلاص خلصت كل الحلول. وأني كمان كملت كل الحلول عندي. قل بسم الله. اغفر لنا يا أرحم الراحمين. يلا نقوم نصلي ركعتين توكلنا. يلا. ليش ما حد يرد؟ لا علوش ولا علياء. أني بنزل أشوفهم. علوش؟ علياء؟ علوش؟ علياء؟ علوش؟ فين راحوا؟ مش معقول، مستحيل يخرجوا بدون ما يكلموني ولا يودعوني. لا يكون الخسيس قايد عمل بهم حاجة. الله يستر. يا عم قايد اشي كلمك موضوع ضروري. مش شغلك، مش وقتك. اقول لك ضروري. مش شغلك، مش وقتك، امشي. مش شغلك. وانت ايش جابك لهنا؟ والله جيت اشوف انك تراجع نفسك وتعطي الحق لاصحابك. ايش راجع نفسك؟ انا منعتك من دخول عمارتي ولا لا؟ ايش دخلك؟ ايش حشرك بالموضوع؟ قل لي. جيت اشوف وين علي وعلوش، وين عيال اخوه. ما لكش دعوه. عيال اخي وانا حر فيهم. كرشتوهم، طردتوهم، ضربتوهم، خرجتوهم. ايش دخلك؟ كيف تطردهم؟ وهذه العماره حقهم وحق ابوهم. اسمع، احترم نفسك، ما لك دعوه. عمارتي هذه حقي انا، وعندي بصيره ووثيقه معمده من المحكمه ومن السجل العقاري، مبايعه. صح ان كان حق اخي، لكن هذه مبايعه اخي، وهذا ابهام اخي نايف الكتكوت. الحقة هذه مزورة يا قايد، حقتك مزورة.